بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ كده خلينا نصلي على النبي، ويا رب كده يا رب يا رب كده كل اللي ينزل اسفل الفيديو ويضغط على كلمة اشتراك ويشترك في القناة ويعمل لايك للفيديو، يا رب يزور الكعبة يا رب ويشوف سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، احنا وانتوا جميعا يا رب. بعد كده ان شاء الله بعد ما نضفت السمك، انا نزلت فيديو بطريقة تنظيف السمك، همسك السمك كده وهفتح فيه 3 فتحات من فوق، بس المهم ان الفتحة ما توصلش للسلسلة عشان خاطر السمك ما يتفتحش منك ويتفرول وبعد كده ما تعرفيش تتحكمي فيه. بعد كده هجيب التتبيله بقى بتاعته، هسيبه بعد ما غسلته ونقعته. هجيب التتبيله حبيتين طماطم هقطعهم، بصلتين وقرنين فلفل وراس توم كده انا هعملها مقشراها. هنزل ده كله كده في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله تبارك الرحمن. هنزل بده كله، بعد كده هنزل بالبهار بتاعي، معلقه صغيره من الكمون والفلفل الاسود ومعلقه كبيره من الكزبره لان السمك بيحب الكزبره، ومعلقه صغيره من الايه من الملح. وبعد كده هجيب ليمونه وهعصرها فوق وبعد كده هجيب ليمونه وهعصرها فوق الخليط ده كله، وهضرب ده كله في الخلاط. اللي عايز يضرب ده كله في الكبه تمام برضو. هنزل بقى بالخليط ده كله على السمك كده وهسيبه منقوع فيه قيمه ساعه او ساعتين او نص ساعه، او ممكن تحمريه على طول على حسب الوقت اللي موجود معاكي. بعد ما اتبله تتبيله كده حلوه وانزله في كل الفتحات اللي انا عاملاها، وهحشي برضو جوه السمك من جوه. ده هيغنيكي اصلا ان انت تعملي حشوه للسمك، وهحشيه من جوه كده. بصوا ما شاء الله التتبيله دي بتخلي السمك يعني لونه ذهبي وجميل قوي من بره، واللحم بتاعه طري وزبده كده من جوه. يعني بصي يعني بعد كده مش هتحتاجي اصلا ان انت تشتري سمك من محلات او اي حاجه، انت هتعمليه وهيبقى اطعم مليون مره والله العظيم من اللي بيشتري جاهز. بعد ما بسيبه في التتبيله دي بقى بجيب الدقيق، بصفيه الاول، بطلع السمك في مصفى واجيب دقيق على اللي انا هقلي فيه. وفي الوقت ده انا حاطه طاسه على النار، حاطه فيها زيت بس لازم يكون سخن شويه. واول ما احط سمك ههدي النار، يعني هيكون على نار متوسطه كده عشان السمك كبير ويستوي معاكي تسويه كويسه. بعد ما بحمره بقى بكون عامله له، بجيب طبق وبحط فيه معلقه كبيره من الكزبره وحبه كمون وحبه فلفل اسود وليمونتين، والسمك اللي تطلع معايا بعصر عليها الليمون عشان من الخليط اللي انا عاملاه ده بسهوله وبسيطه خالص، عشان يديكي طعم كده مقرمش وطعم تحفه كده بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يا ريت يا ريت بجد كل الناس اللي بتتفرج عليا لو استفدتوا ولو حاجه قليله خالص مني، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموني عشان اكبر بيكم. وشكرا لكل الناس اللي اشتركت معايا في القناه بجد. ولو عايزين وصفات جديده قولوا لي في التعليقات، وان شاء الله هنزل لكم كل يوم وصفه جديده وبطريقه سهله وبسيطه ومش هتكلفك اي حاجه خالص. وجربوا الطريقه ديت، ويا ريت تقولوا لي ايه رايكم فيها في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي، وما تنساش تصلي على النبي يا بخيل يا بخيله، صلي على الحبيب خلي قلبك يطيب. ويا ريت يا ريت بجد ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموني، والف شكر لكل الناس اللي اشتركت في القناه. مع السلامه.